مطلق، هو ما اتجوزش قبل كده، فكل ما يكلمني يقول لي اصل انتي مطلقه، اصل انتي مطلقه. واحنا عندنا في العيله عاداتنا وتقاليدنا ان ما ينفعش راجل اول مره يتجوز ست مطلقه. كنت بقول له طيب انا ممكن اعمل اي حاجه عشان خاطر عيلتك ترضى. قعد يقول لي العيله رافضه، ابويا وامي رافضين، اخواتي مش قابلين. لدرجه ان انا رحت واتعرفت على عيلته وامه وابوه، كانوا بيعاملوني حلو جدا، عمرهم ما عاملوني بطريقه وحشه، بس كانوا بيسخنوه من ورايا ان هو يبعد عني. انا ما تمنيتش حاجه في الدنيا بس غير ان هو يكون معايا. انا مش بتمنى اصلا حاجه في الدنيا غير رضاه وان هو يبقى معايا. انا الحمد لله حالتي الماديه كويسه قوي. عرضت عليه ان احنا نتجوز وانا اشيل كل حاجه، اشيل كل تكلفه الجواز، مش عايزه منه اي حاجه بس غير ان هو يكون معايا. انا مريضه، متشخصه ان انا شخصيه حديه، وده بيخليني لما بتعلق بحد قوي بيبقى صعب عليا ان انا اسيبه او ان هو يبعد عني. فانا ممكن اعمل اي حاجه بس عشان هو ما يسيبنيش. في ليله القدر قعدت اصلي وادعي ربنا من كل قلبي انه يرزقه بفلوس كتير عشان خاطر يقدر يجي ويتجوزني. الحمد لله ربنا كرمني بفلوس كتير قوي، وبقيت مش اقدر اجيب شقه، ده انا اقدر اجيب فيلا واعمل احلى فرح. المهم رحت كلمته وقلت له يلا بينا نتجوز، انا كده بقى معايا فلوس ونقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. قال لي تمام، هكلم اهلي مره تانية، بس ايه رايك لو نفتح سلسله صيدليات؟ قلت له سلسله صيدليات؟ افتحها، بس هتفتحها منين؟ هو انت معاك اي فلوس؟ قال لي لا، بتكلم منك انت، من فلوسك تفتحي لي سلسله صيدليات. قلت له افتح لك وانا مالي بحاجه زي كده، فلوسي ليا. قال لي لا، فلوسك ليا دي لما تكوني بنت بنود مش متطلقه قبل كده. وعلى فكره انا من حقي بعد ما اتجوزك ان انا اتجوز عليكي واحده تكون ما اتجوزتش قبل كده. قلت لك قبل كده ان احنا عندنا في العيله وفي المنطقه عيب قوي ان الراجل يتجوز واحده متطلقه، وانا هوافق وهتجوزك على وضعك وعلى عيبك. فمش معناه ان انت تقرفيني، لا، انا حق اتجوز تاني وتالت ورابع عشان انا واخدك ناقصه، واخدك نص ست يعني من الاخر. قلت له انت ازاي بتتكلم معايا كده؟ طب بعد اذنك ما تتكلمش معايا مره تانية وامسح رقمي من عندك، ومن اللحظه دي انا مش عايزه اعرفك تاني. وفعلا هو من ساعتها ما بيردش عليا ومش عايز يكلمني، وانا مش عارفه اعيش من غيره. انا بحاول ان انا اصالحه واقول له حقك عليا وممكن اعمل لك كل اللي انت عايزه، بس هو برضو مش راضي ان هو يكلمني. طب هو انا غلطت؟ انا كده غلطت لما يكون عايز ياخد فلوسي وياخد حقي ويعمل هو بيهم مشاريع وكمان